السلام عليكم ورحمة الله. شايف الفراغ اللي انت فيه حاليا؟ اكيد سمعت عنه، اللي هو اسمه اكتئاب ما بعد المونديال. هذه الحالة تجي للناس اللي تتابع المونديال وما تتابع غير رياضات او غير دوريات، او بالعادة حتى الناس اللي تتابع غير دوريات تحس بفراغ بعد المونديال. وبالعادة بيكون الاكتئاب بعد المونديال الصيفي، يعني فعليا المونديال بالعادة يلعب بالصيف، هي اول مرة يلعب بالشتاء. لما يلعب بالصيف يكون لسه بعد المونديال في إجازة للاعبين أسبوعين إلى 3 إلى 4، أحيانا تمتد إلى 5 ببعض الحالات. هاي الأسابيع يكون في فراغ تام كرة القدم، ما في أي مباريات تلعب على مستوى الدوريات أو غيره. اليوم بما أن المونديال شتوي وإجا بنص الموسم، شفنا بعد 4-5 أيام بالتحديد اليوم في مباراة وكانت على مستوى قوي بالدوريات، اللي هي بين مانشستر سيتي الإنجليزي وليفربول الإنجليزي أيضا. المباراة صراحة كانت قوية وكانت فيها شوية إثارة، انتهت 3-2. إلا أنه تحس أنه هذا الشيء باهت. ليش؟ هالمرة صارت هاي الحالة اكتئاب زائد عن العادة. السبب أنه قطر هذا المونديال قدمت لنا شيء خرافي، شيء كبير جدا، شيء لا يمكن أن يتكرر، وبالتالي نشتاق صرنا للي صار بقطر، للي صار بهذا المونديال من إثارة أو من أشياء جميلة افتقدناها بغير مونديالات. وحتى لو رجعنا على الدوريات راح نرجع بعد فترة، أكيد نرجع نتعود على الدوريات وشغفها ومبارياتها ومتابعتها، لكن مش فورا، مش دغري، حتى لو بعد 4-5 أيام، حتى لو كانت المباراة قوية. بس في خبر كويس راح أخبرك إياه، أنه هالمرة ما لازم تستنى 4 سنوات لحتى يرجع المونديال القادم. وعام 2026 راح تستنى 3 سنوات ونصف، لأنه فعليا هذا المونديال تأخر. يعني شلون تأخر؟ كان لازم يكون بالصيف بالشهر السادس، صار بالشهر 11 إلى الشهر 12، وبالتالي عندنا 3 سنوات ونصف بس لحتى يجي المونديال الآخر. شكرا لحسن الاستماع وإلى اللقاء. أحلى ونعيش بحب